الفيديو ده إن دل على شيء يدل على مدى أهمية الأسلوب لدى المرأة. 90% من الستات دخلت قالت له انت نطع وشتمت واتضايقت. ده بسبب ايه؟ مش بسبب اي حاجة غير الأسلوب. ان اعتبر انها تصرف على البيت من فلوسها الخاصة شيء مفروض عليها، شيء هي لازم تعمله. تاني حاجة في الأسلوب كان في ثقة زايدة قوي بأن ده شيء عادي. أنا بقول وبحلف، وأي واحدة ست شايفاني واعية عارفة كويس قوي أن لو عيالها محتاجين حاجة من غير ما تقول حضرتك هي هتطلع اللي معاها وتديهم. لو جوزها محترمها وعلاقتهم كويسة وظروفه بقت صعبة هتشيله، وإلا تبقى عديمة الأصل. لو كان بيصرف عليها ومش حارمها من حاجة وقعد من شغله هي اللي هتمد ايديها في البيت وهي اللي هتشيله، وإلا تبقى عديمة الأصل. فالستات يعملوا كده وأكتر من كده. انت مش فاهم. ستاتنا ستات العرب جدعان. ستات العرب ما يسيبوش أزواجهم يعيشوا بيحطوا القرش على القرش عشان هي تكنز وتوفر. لا، مش احنا عندنا أصل، وأصل متأصل كمان. ولكن لما تكون انت عمال تعايرها بجسمها، وتكون انت فلوسك رايحة على نفسك وعلى عربياتك اللي بتجيبها، وتكون عمال تحط لها صور على السوشيال ميديا وانت لابس ومتأنتك ومتغندر، ولما تكون بتبعت لها فيديوهات الرجالة البلوجرز اللي بيقعدوا يقولوا اتجوز عليها، انت ما تكتفيش بواحدة. لما تكون فلوسك رايحة على واحدة ست تانية، لما تكون بتهينها وما بتحترمهاش، لما تكون بتقول لها انت ما فيكيش انوثه وتزعل انها بتروح السبا، لما تكون عينك زايغه، لما يكون لسانك سليط، لا، في الحاله دي بقى هي هتقول لك فلوسي دي هو كنزي، انت مش مضمون يا بابا. فلوسي اللي في البنك دي هي اللي لما انت ترميني في الشارع هتسند عليها. فكل حاله وليها حاله، بس اللي اقدر اكده ان ستاتنا أصلة. ستاتنا من غير ما تقول وتطلع تتكلم الكلام ده هما بيعملوا كده واكتر كمان.